صباح الخير، كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب وعلى الأمة الإسلامية جميعا. النهاردة بقى هنعمل مع بعض معشوقة الجماهير أكلة أول يوم العيد، الرنجة. الرنجة كما تجب أن تكون، هنعملها مع بعض بشكل بسيط جدا وسريع جدا. ما شاء الله، شايفين الجمال؟ هي بتتكلم عن نفسها. العيد عندنا يا جماعة يعني رنجة. بس قبل ما ابدأ الفيديو، لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي اسماء. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير وفعلوا الجرس عشان توصلكوا اشعارات بكل وصفاتي. ما تنسوش تحطوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك. يلا بينا نبدأ. مبدئيا كده، الرنجة ليها ماركات كتير في السوق، وبتيجي كمان بأشكال مختلفة. يعني ساعات بتيجي في الصناديق اللي بتبقى موجودة في السوبر ماركت، أو كمان بتيجي مغلفة في أكياس بلاستيك، وليها ماركات كتير وأنواع كتير. بما إن احنا مش ملهمين بكل الأنواع اللي بتيجي في السوق، فهقول لكم بس على حاجات بسيطة تاخدوا بالكم منها وانتوا بتشتروا الرنجة. لما بتيجي تضغطي كده على ظهر الرنجية بتلاقيها متماسكة أو فيها دهون، يعني تلاقيها بتلمع كده، ما تلاقيهاش ناشفة من فوق ومملحة. وبس كده. معايا هنا بقى 2 كيلو من الرنجة، هنشوف دلوقتي هنشتغل فيهم ازاي. معايا هنا القطعة بتاعتي كده، حطيتها على الرخامة عشان ما نبهدلش الرخامة طبعا. وهنشتغل بالمقص وبالمعلقة والسكينة، الثلاث حاجات دول مهمين جدا. الفيديو ده يا جماعة عملي، ركزوا وخدوا بالكم منه كويس قوي. العيد عندنا يعني رنجة احنا ما بنهزرش. وشلت الراس والديل كده، وابتديت قصيتها من بطنها بالسكينة من اول الديل لحد الراس. وابتديت افتحها كده بايدي زي السمك السنجاري. وهنبدأ دلوقتي ننضفها كويس قوي. هنشيل السلسلة الشوكية، او ايوه هي دي. وشيلناها كده كويس قوي. الرنجاية دي هنعملها سلطة رنجة. وهنبدأ دلوقتي نفصل اللحم اللي في الرنجة عن القشرة تماما. هطلعها لكم زي السمك الفلي. شايفين الجمال والبساطة؟ سهلة جدا. دي طبعا ما حطيناهاش على النار ولا شمت ريحة النار. ما شاء الله، شايفين طالعة عاملة ازاي؟ احنا مش هنسيب فيها ولا فتفوتة، هنطلع كل فتفوتة فيها. دي الرنجة يا جماعة. وهنا معايا البطارخ بتاعتها برضو، مش هنرميها، نستخدمها في سلطة الرنجة. وهنا كان في بواقي كده، يعني انا مش هسيب ولا فتفوتة زي ما قلت لكم. هنبدأ نطلعها كده. شايفين القشرة اشتالت بمنتهى السهولة، والحاجات دي بقى تترمي الراس مع القشرة. وهنا بقى الرنجة دي احنا هناكلها كده، يعني انا ولادي بيحبوا ياكلوا الرنجة كده دايركت من غير سلطة رنجة. فاحنا بس هننضفها لهم كده بشكل جميل، وهنحطها قدامهم على الاكل على طول، بدون اي شوك، بدون اي حاجة تضايقهم. شلنا الراس والديل نفس القصة برضو. هنبدأ نفتحها كده، وهنشيل السلسلة الشوكية. السلسلة الشوكية دي اللي بيكون شابك فيها شوك الرنجة كله. بنطلعها كده بمنتهى السهولة من فوق، بتضغطوا من فوق تفصلوا كده. ايوه طالعة كده، بتطلع بدون اي لحوم معاها. شايفين الجمال؟ دي بقى هنسيبها زي ما هي كده، ما اتقطعتش ولا حصل فيها اي حاجة. وهنبدأ بقى نرفع الطاسة التيفال بتاعتنا كده على النار فاضية، الصينية فاضية تماما. شايفين الرنجية قد ايه متماسكة ومش مقطوعة، وماسكة نفسها مفتوحة زي السمك السنجاري بالظبط. وحطيناها هنا كده في الصينية التيفال بدون اي حاجة، بس تاخد صدمة على النار لمدة نص دقيقة، وبكده تكون جاهزة معانا للأكل. وهنقدمها كده بحالها زي ما هي، من غير بقى ما نحط على نار ونبهدل البوتاجاز. البوتاجاز متنضف، مش هنخرب الدنيا. ومعايا هنا بقى السلطة بتاعتي، بصل طبعا وخيار وفلفل رومي وطماطم. بس الطماطم انا شلت قلبها، شلت البذرة بتاعتها عشان ما تبوظلناش الدنيا. ومعايا هنا بقى الرنجة طبعا، اللي عاملة زي السمك الفيليه، اللي انا فصلتها عن القشرة ونضفتها من الشوك ومن كل حاجة. هنبدأ نقطعها قطع صغيرة كده بالسكينة، بالبطارخ بقى، بكل حاجة معاها، مش هنسيب ولا فتفوتة. قطعناها هنا بالشكل ده. وهنقطع الكمية كلها بنفس الطريقة. طبعا رميت القشرة والراس والحاجات اللي طلعت، بس قطعنا البطارخ بتاعة الرنجة كلها. ونزلت بيها على السلطة بتاعتي، الخضار الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وهنبدأ بقى هنزل عليها هنا بليمونة ونص. احنا بنحب طعم الليمون قوي في سلطة الرنجة. نزلت عليها بالليمون، وهنزل عليها بنص كوباية من الطحينة. الطحينة دي انا جبتها وفكتها بمية عادي بس. وهنزل هنا بمعلقتين من زيت الذرة بس كده. ممكن تحطوا نص معلقة بابريكا مدخنة، ممكن تحطوا فلفل اسود، انما انا بكتفي بالحاجات دي بس. طبعا ما بحطش ملح ابدا، الليمون بس. وهنقلبها، وبكده سلطة الرنجة تكون جاهزة معانا.
وهنا بقى عملنا مع بعض نوعين، الرنجة اللي بتتاكل دايركت كده بس نضفناها بس من الشوك ومن كل حاجة واديناها صدمة في الطاسة، وعملنا كمان سلطة الرنجة، وهنا كنت زودت شوية كمان من الطحينة. سلطة الرنجة يعني طحينة وليمون، مفيش كلام، بنزودش فيها اي اضافات تانية، وبكده جاهزة معايا للتقديم. شوفوا بقى واتفرجوا على الجمال والحلاوة. ومعايا هنا شيبسي، ومعايا الطبق المفضل بتاعي طبق السلطة، طماطم وخيار وفلفل رومي والبصل الاخضر اساسي، والليمون والعيش البلدي ده احنا خابزينه في البيت بايدينا، انا خابزاه بايدي، ده عيش بلدي بيتي. بيبقى طبعا مع الاكل ده حاجة فظيعة، وبالهنا والشفا. جربوا الطريقة هتعجبكم جدا. وشايفين ما شاء الله الرنجة اللي انا فصلتها من الراس ومن الشوك واديت لها بس صدمة بسيطة على النار، حاجة كده رهيبة. وبس كده، اتمنى يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوش تشتركوا في القناة، لايك وشير وفعلوا الجرس عشان توصلكوا اشعارات بكل وصفاتي. تنسوش تحطوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك. اشوفكم على خير فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.